بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي حبايب قناه ماما نور؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حاجه كده الكينج بتاعنا الديك الرومي ان شاء الله هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وحاجه كده تشرفكم وتشرفنا في العزايم. هنحتاج ايه؟ ديك رومي هيكون متنضف وجاهز، وهنحتاج طماطم، بصل، جزر، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، توم، يعني الحاجات اللي هي العاديه خالص. بس البصل هيكون عندنا كميه كبيره لان احنا هنعملها بالمرته زي مرته البطه بالظبط، بس خشنه شويه، يعني هيكون البصل خشن. اول حاجه يا حبايبي لازم ننشف البطه كويس، ما يكونش فيها ميه من بتاعه الغسيل. ليه؟ لان الميه دي بتكون زفره مهما كان. انا نقعاه فترة طويلة بالملح والفلفل بالملح والجنزبيل، وكمان بخل وليمون. اهم حاجة عشان الزفارة، الجنزبيل ده كمان حلو قوي، والكركم للزفارة. اهم حاجة يا بنات، شايفين حبايبي؟ لازم اشيل المية خالص من جوه عشان ما يكونش عندي زفرة خالص. اهو كأننا بنعمل عملية جراحية بالظبط. ايه رأيكم؟ بس خلوا بالكم لا يكون كلينكس كده ولا كده تسيبوه ولا حاجة. زين كده تمام. هو انا اهم حاجة عندي المية اللي جوه دي عشان ما يكونش في حاجة. شايفين؟ لما تطلع معاكي ناشفة خالص اعرفي بقى ان انت كده خلاص. كده تمام. هاجي بقى اركنك بقى على جنب كده الحاج بتاعنا دون، وناخد معانا ايه؟ البصل. البصل ده هيندعك بالملح والفلفل والكمون، وكمان الفص ثوم. نلبس بقى جوانتي عشان ايه؟ ايدينا. ملح، فلفل اسود، ملح، كمون، جوز الطيب، تمام. شويه بهارات، ما تكتريش قوي عشان طعم لحمه البط او اي طيور او اي لحمه ما يبقاش طعمها بهارات. لا، احنا عايزين نحس بطعم الطيور، ما يضيعش طعمها في البهارات، فمهما كان محافظ على طعم اللحمه. شايفين؟ بفرك البصل، هحط كمان الثوم ده كمان اهو، مع عصرة ليمون وخل. وضع كويس. هندخل ندخل الحشو ده، حشوة البصل دي هنحشي فيها بعد ما نشفتها كويس وبالكلينكس، ونشفتها والكلينكس طلع معايا نضيف، ما عادش فيه ميه خالص.
كده يا بنات انا عملت ايه، اللهم صل على النبي، نضفتها خلاص وهحشي بقى. هبتدي احشي الخليط اللي هو خليط البصل بالملح والفلفل والجوز الطيب. احشي بطنه خالص، وانا بحشي بقى ادعك كده، ادعك فوق كده وادعك كده عند الفخده من جوه هنا كده، شايفين الحته ما بين الجلده والفخده دي ادعكها. وكمان يا بنات عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا بتحبوا، انتوا عارفين ان الديك الرومي بيبقى ناشف وبالذات من عند الصدر كده، ممكن حته زبده كمان تدعكوها من جوه كده، مثلا حته زبده بلدي كده اهي كده اهوت، وتدعكم الصدر من جوه كده من فوق ومن تحت، بحيث انها تبقى جوسي كده، اللي بيحب الحاجه جوسي خلاص. اما لو عايزينها دايت ولايت والحاجات دي لا خلاص، يبقى نستكفي بخليط البصل اهو. شايفين من عند الجلد كده، شايفين اهو كده، مساج من جوه كده ما بين الجلد اهو، ما بين الجلد واللحم. تمام حبايبي اهو كده. انا خلصت الجزء التحتاني. البصل عندي كتير عشان انا عامله صنف تاني، عامله بط، ده طبعا هيتقفل كده جامد، بس ايه هعمله بعدين بقى براحتي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وامسك من عند الرقبه كده اهو واورقها زي ما كنت بورق الحمام اهو كده، وابتدي في الحته دي بقى. عاوزين تحطوا زبده حطوا، انا مش هكتر في الزبده، مش هحط زبده كتير، انا كافي عليا قوي كده عشان الدايت ما يبقاش عندنا دهون كتير اهو. بس اهم حاجه البصل والتوابل ديت ندعك بيها الصدر كويس، عشان اهم حاجه في الديك الرومي الصدر اهو. معلش هتتعبوا شويه بس ايه هتاكلوا حاجه حلوه كده. تمام. اكمل بقى واقفل. طبعا قبل ما اقفل هاخد شويه جزر احط جوه البطن كده، وبصله قورمه، شايفين البصله القورمه والجزر والبطاطس احط جوه البطن اهو كده اهو. واقفل بقى ايه، اكتفها، اكتف الرجول دي جوه هنا كده. لو هي جامده عليكي اربطيها، لو جامده عليكي مش هتقدري تعمليها زي ما انا مش قادره كده، اربطوها عادي مفيش مشاكل خلاص. هعمل بقى مساج خارجي بميه البصل او بالتوابل اللي موجوده، ملح وفلفل اهو، بالملح والفلفل وجوز الطيب، مساج كده خفيف كده اهو اهو، بحيث ان الجلد ياخد ويشرب من الملح والفلفل. طبعا انا كنت نقعاه قبل كده وانا قايله لكم اهو. واسيبه بقى. هغلي ميه، لما تبتدي الميه تغلي هحطه فيها. انا هعمل حاجه تانية، هلفه واحطه في الميه بتغلي نص غلوه كده او نص سوا، وهنقله اعمله بورق فويل، لان انا ايه مش عايزه اشويه هو كامل عشان ما ينشفش مني. هغليه نص سوا على النار، وبعد كده اخده الفه في فويل. هقول لكم ان شاء الله خطوه خطوه، بس خلينا دلوقتي نجهزه للتسويه الحين. يلا اسيبكم دلوقتي اكتفه، على بال ما اكتفه واسقطه في الميه ارجع لكم مره تانية كده. تمام بقى خالص، خلصتهم اهوت، وجيت كتفت الديك بس ما قدرتش جامد قوي عليا، فعملته بالشيش بتاع الشيش طاووق دون، وقطعتها حته كده على بال ما اعرف اربطها. ان شاء الله اعملها بالخيط اهو، يعني اي حاجه بحيث انها تبقى ملمومه. احنا مش عاوزين الرجول مفتوحه، لا احنا عايزين نلمها، فهحاول اربطها جامد
اهو كده عشان تفضل ملمومه. وبعد ما تستوي نبقى نفك الخيط بقى خالص، هتبقى ملمومه كده والرجل لما بعضها. وهنشوفها دلوقتي بعد السوا هنعمل ايه. البطه اهيت انا عملتها وكتفتها. البطه سهله التكتيف مفيش مشكله، ولو برضو مش سهله وحاسه انها جامده عليكم اربطوها مفيش مشاكل. الشيش وقت التسويه هتلاقيها فكت مني، فلا انا اضمن بقى احسن ان انا اربطها، وربطه تكون قويه مش ضعيفه. يعني لو عاوزه كمان كده اهو كمان. انا كل ده عشان احافظ على المنظر العام وقت التقديم اهو. وقت التقديم انا ممكن كمان في حاجه كمان هعملها لكم بالاسترتش عشان تحافظي على الحشوه اللي جوه. هنا كمان انا رجعت الايد ورا، اهو. اضمها برضو، اودي الايد كده ورا كده اهو، معلش اهو كده، والرقبه تحتيها كده. انما عادي انتوا ممكن تحطوها عادي من غير رباط من غير اي حاجه، بس انا عايزه المنظر العام يبقى كويس، فانا بحاول احافظ على شكل الايد وشكل الرجل وهو محطوط كده كينج كده في وسط الاكل اللي موجود. تمام، اكمل بقى وارجع لكم. يلا نكتفه كده بقى عشان ما يتحركش ولا يروح يمين ولا شمال. ها، وممكن بورق الاسترتش، يعني لو انتوا كمان كده هوريكم كمان ورق الاسترتش اهو. ممكن ورق الاسترتش كمان كده اهو، البلاستيك اهو نفس كده، والف برضو البلاستيك كمان عشان كمان اضمن ان الحشو ما ينزلش في الشوربه. فهتلفيه كمان بنفس الطريقه كده، يعني عندك كده وعندك كده. تمام، يلا اخلص بقى تكملة تكتيفه وبعدين ارجع لكم. بقى خلاص استوت اهي، يعني 3/4 سوا. ماشي، هكمل. هنشيلها بقى من الشوربه ديت. انا حطيت شويه ملح قبل ما الغلوه الاخيره، حطيت فيها شويه ملح. هشيلها بقى واعمل لها التتبيله اللي هي بتاعت الشوي بقى ان شاء الله، هنشوفها مع بعض. اسيبكم وبعد كده القاكم مره تانيه. دخلت معلقه كاتشب وصلصه وحته زبده. تمام، زبده بلدي، زبده فلاحي، ورشه جوز الطيب، رشه كمون، معلقه فلفل اسود كامله. كمان بقى هنا بقى ايه حاجه جميله قوي، معلقه عسل ابيض اللي هو العسل النحل، كمان معلقه كده عشان ايه البطه. واقلبهم كويس. ممكن اي ماده دهنيه، مش شرط الزبده، بس ايه دي زبده بلدي حلوه كمان هتدي طعم احلى. وانه عارفين طبعا زي ما قلت لكم في الاول الفيديو ان الرومي بيبقى الصدر بتاعه يعني ناشف شويه، فانا عايزاه جوسي، فزودتها معلقه زبده. اللي عاوز يزود اكتر يزود، خلاص انا بس بعرفكم الطريقه وخلاص. لكن انا عن نفسي مش عايزاه، انا بحبه كده دايت واحبه لايت، فانا حطيت بس قدامكم ده، واحط معلقه واحده زبده. عايزين تكتروا على الصدر كتروا كده. تمام اهو، ده الخليط اللي هدهن بيه الديك الرومي او البطه. كده الديك الرومي قدامي اهوت بالخليط اللي هو معلقه عسل ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب ومعلقه خل، هدهن بيهم. وزبده على فكره، حاطه معلقه زبده، وهتقل هنا شويه عند الصدر كده عشان يبقى جوسي. تمام حبايبي اهو. بعد كده بقى هدخله في الفرن يكمل التسويه الاخيره بتاعته
هغطيه بالورق الفويل ده اهو عشان ايه معطلكمش معايا. هغطيه كامل كده وادخله الفرن. بس هكمل بقى ايه